شركة بيكسار العالمية المشهورة نجت بأعجوبة من الإفلاس والانهيار، وكله بسبب فكرة بسيطة جدا لكن في نفس الوقت عبقرية جدا. أنا مش بتاع أفلام ولا مراجعة أفلام، هو الفكرة إن إحنا التركيز الأساسي بتاعنا هو السايكولوجي، فلقيت من المهم جدا إن إحنا نتكلم على التحفة الفنية اللي عملتها شركة بيكسار، وهو فيلم انسايد اوت الجزء الثاني. الفيلم عمل تصور رائع للنفسية البشرية، وشرح أهم النظريات النفسية، وبيستعرض طريقة عمل العالم الداخلي اللي جوانا بس بشكل مبسط. أنصحك تتفرج على الفيديو ده للآخر، ولو عندك إمكانية بعد كده روح اتفرج على الفيلم. يا سلام بقى لو ما اتفرجتش على الجزء الأول، يبقى أنت عندك فرصة تاخد جرعة مضاعفة من الدوبامين. اللي كان بيحب أفلام الأنيميشن أو اللي كان بيحبها أو اللي عنده أطفال أكيد عارف شركة بيكسار، وهي من وجهة نظر معظم الناس من أفضل شركات إنتاج الكرتون في العالم كله. من أهم أعمالها شركة المرعبين المحدودة، أو حكاية لعبة، أو فيلم أب، وغيرهم كتير من أفلام اللي كسرت شباك التذاكر والبوكس أوفيس. لكن من ساعة ما شركة ديزني استحوذت على شركة بيكسار وأمورها بقت مش تمام، أمورها بقت في النازل، لأنهم كانوا متبعوا سياسة خاطئة، سياسة الكمية أهم من الجودة، فبالتالي الجودة قلت، وبالتالي بدأ يخسروا الجمهور، وبالتالي بدأ يخسروا الإيرادات. لكن من وقت مش من بعيد في مدير تنفيذي جديد مسك الشركة وقال لك بنظام We will make Pixar great again، ولغى السياسة القديمة واتبع سياسة جديدة اللي هو الجودة أهم من الكمية، وقال لك أنا هراهن على السيكويلز. ليه؟ لأنها مش محتاجة إبداع، ومش محتاجة نكسر راسنا في إن احنا نألف حاجة جديدة، وهنوفر على الإنتاج، والأهم من ده كله هنوفر على التسويق. وقال لك احنا نعمل الجزء الثاني من فيلم انسايد اوت، بحكم ان الجزء الاول كان مكسر الدنيا بالفعل، ما كانوش محتاجين يصرفوا فلوس كتير على الدعايه. واول ما اعلنوا عن العمل على الجزء الثاني الناس كانوا منتظرينه على احر من الهريسه التونسيه. وبالفعل لما الفيلم نزل جمع ايرادات قياسيه في اول اسبوع، ونزل تقريبا 14 يونيو، واللي جمع تقريبا حوالي 300 مليون دولار، واللي هو اكتر من فيلم اولاد رزق 3. وبصراحة الفيلم ما جابش حاجة جديدة أو فكرة أو إبداع الواحد كان منتظره من فيلم زي ده، لكن معظم الناس كانوا مبسوطين من الساعة ونص اللي قضوها في الفيلم، ومحدش فيهم ندم على الفلوس اللي دفعها في التذاكر. وده هو طوق النجاة اللي أنقذ الشركة من الغرق ومن الإفلاس، ورجع حب المشاهدين ورجع ثقتهم، وخلى الناس منتظرين الأعمال الجاية لشركة بيكسار. الجزء الأول من الفيلم صدر سنة 2015، واللي على فكرة أخد جايزة أوسكار كأفضل فيلم كرتوني. كان بيحكي عن بنت صغيرة اسمها رايلي اللي بتتنقل مع أهلها لمدينة جديدة تماما. الفيلم كان بيركز على المشاعر اللي جوه دماغها، فرح، حزن، خوف، غضب، واشمئزاز. المشاعر دي بتمثل في شكل شخصيات، وكل واحدة ليها دور في حياة رايلي البطلة، وقاعدين على لوحة تحكم جوه دماغها، وكل واحد فيهم بيسوق شوية. فعلا علميا وعمليا المشاعر هي اللي بتسوق، يعني لو جسمنا عبارة عن سيارة فالسواق بتاعها هي المشاعر بتاعتنا. كمان الفيلم بيوضح ازاي المشاعر بتتفاعل مع بعضها، وازاي بتتأثر وبتأثر على تصرفات البطلة رايلي وقراراتها. قصة الجزء الأول بتوري ازاي الحزن ممكن يبقى له دور مهم في حياتنا، مش بس الفرح. أنا وأطفالي مثلا زينا زي ناس كتير حوالين العالم سواء كبار أو صغيرين أغرموا بالفيلم ده، لأنه اتكلم عن النفس البشرية بطريقة إبداعية مبتكرة ما شفناهاش قبل كده. ومعظم الناس كانوا شايفين إن الفيلم بيمثل العالم الداخلي اللي جواه. الفيلم ناقش حاجات مهمة كتير زي أهمية الحزن، وإنه مش بس حاجة سلبية لكنه جزء مهم من تجربتنا البشرية، وإن مشاعر الحزن مهمة للتعافي والحصول على الدعم من الناس اللي حوالينا. ناقش برضو التوازن بين المشاعر، وإنها مش لازم تبقى إيجابية طول الوقت. التوازن بينهم هو اللي بيخلي الحياة صحية ومستقرة. التغيير والتكيف، يعني البطلة رايلي بتتعلم تتأقلم مع التغيير الكبير اللي حصل في حياتها بعد الانتقال من بيت لبيت، من مدينة لمدينة، وده بيوضح قد ايه التكيف مهم للصحة النفسية. الفيلم برضه بيوضح ان الذكريات بتكون أساسية في تشكيل شخصيتنا، وانها ممكن تتغير وتاخد ابعاد جديدة مع الوقت. الفيلم برضه حاول ان هو يوصل مبادئ وافكار ورسائل، زي اننا مثلا لازم نتقبل كل مشاعرنا سواء كانت ايجابية او سلبية، وان كلها لها دور في حياتنا. برضو اننا نعبر عن مشاعرنا ما نكبتهاش، لان ده بيساعدنا نلاقي الدعم والمساعدة، وان التغيير جزء طبيعي من الحياة، واننا لازم نتعلم نتكيف معاه ونستفيد منه.
الجزء الثاني بقى ما جابش فكرة إبداعية جذرية جديدة، لا هو مجرد تكملة للجزء الأول. ضافوا فيه مشاعر جديدة. المشاعر دي بتظهر للبطلة من دخولها من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة، فالفيلم بيكمل استكشاف العالم الداخلي وبيضيف طبقات جديدة لفهم النفسية وللتطور العاطفي. التركيز في الجزء ده على التغيرات المعقدة اللي بتحصل في دماغ البطلة رايلي وهي بتكبر وبتتأقلم مع مرحلة المراهقة. بيقدم شخصيات جديدة بتمثل المشاعر أو العواطف زي القلق، الحسد، الملل، والإحراج. العواطف اللي اتكلموا عنها بتعكس التحديات الاجتماعية والنفسية اللي بيواجهها المراهقين، والصراحة تناولوها بطريقة بارعة جدا. أكتر شعور كان مسيطر على البطلة واللي كان مسيطر على غرفة التحكم في البطلة في الجزء ده كان القلق. برضه فكرته ممتازة جدا واتعمل له تصور رائع. الشخصية دي أو القلق بتركز على منع النتائج السلبية المحتملة، يعني بتتعامل مع حاجة مش موجودة أصلا، هي بتتوقع شيء وتحاول تمنعه أو تستعد ليه. وده فعلا شائع بين المراهقين اللي غالبا بيحسوا بالقلق بسبب عدم معرفتهم للمستقبل أو مشاكلهم في التفاعل مع الناس. وكان في برضه شخصية بتجسد الحسد، ده اللي هو بيعبر عن الشعور بعدم الرضا عن النفس والرغبة المستمرة في امتلاك اللي عند الآخرين. الحسد بيزيد في سن المراهقة بسبب أهمية مكانة الإنسان الاجتماعية، وبسبب إن المهم للإنسان القبول وسط الناس أو الزملاء. في برضه شخصية بتجسد الملل، اللي هو الشعور بالملل واللامبالاة اللي غالبا بيحس بيها المراهقين اللي ممكن يكونوا حاسين بالضغط أو الضياع في عالم مليان بتغيرات وتوقعات الناس والمجتمع منك. وعملوا شخصية لذيذة تخينة كده كانت بتمثل الإحراج، بيبرز التركيز على الشعور بالخجل الاجتماعي وعدم الراحة اللي برضه بيكون غالبا بيصاحب المراهقين في محاولتهم التوافق مع المعايير وتوقعات المجتمع منهم. اللي عجبني برضه في فيلم انسايد اوت 2 من الجانب النفسي اللي كان بيحاول يغوص في أعماق مفهوم الذات والهوية الشخصية. الفيلم بيبين ازاي الذكريات والعواطف الإيجابية والسلبية بتشكل شخصية رايلي المعقدة والمتنوعة. ده بيعكس النظريات النفسية الحديثة اللي بتقول إن تطور الشخصية مش عملية خطية، مش حاجة بتمشي على خط واحد، بل شبكة معقدة من التفاعل بين العمليات العاطفية والإدراكية المختلفة. الفيلم بيوضح إن مش بس الناس مختلفة، لا ده الإنسان الواحد ممكن يكون فيه اختلافات كتير جدا، وإن احنا علينا إن احنا نتعلم إزاي ندمج الاختلافات دي ونتعلم ازاي نخلي الاختلافات دي تتفاعل مع بعض في صالحنا. زي شخصية القلق في الفيلم كانت بتحاول تتفاعل مع شخصية الفرح، وكانوا بيحاولوا يتقبلوا بعض ويوصلوا مع بعض للتوازن عشان يحققوا السلام النفسي. الفيلم مش بس وسيلة للترفيه، إنما هي وسيلة مساعدة للأطفال والبالغين وبالأخص المراهقين يفهموا إن كل العواطف اللي هما بيشعروا بيها لها مكانها ولها أهميتها، وإن عشان الإنسان يبلغ صح وشخصيته تتطور صح وعلاقاته بالناس تتحسن لازم يتعلم إزاي يتصالح مع المشاعر دي ويصالح المشاعر دي على بعض، خاصة في فترة المراهقة، لأن الفترة دي فيها تغييرات كتير جذرية في نمط الحياة وفي العلاقات وفي الروابط الاجتماعية. فالبطلة رايلي بتتعلم تدير التغييرات دي وتلاقي أصدقاء جدد وتحافظ على العلاقات القديمة. ده مهم لنفسية المراهقين وكذلك البالغين، لأن روابطنا وعلاقاتنا الاجتماعية تعتبر هي حياتنا، أو على الأقل هي اللي بتحسسنا بوجودنا. بيقولك بقى بيكسار عشان الحال مشى معاه شوية بدأوا يشتغلوا بالفعل على الجزء الثالث فيلم انسايد اوت 3. فمن وجهة نظرك ايه هي الشخصيات والمشاعر اللي هتظهر في الجزء ده؟ لغاية ما نوصل بقى ل 2026 هنتقابل في موضوعات تانية كتير مختلفة، يا ريت لو نبقى مع بعض. سلام.